مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. المدراء المنتخبون بمديرية عرزة يتعهدون للعمل بتفاني وإخلاص. تأهيل الأسر المحتاجة في مديريتي منصورة وهيكوتا. برامج التشجير في مدارس منطقة دك عندو تحقق نتائج جيدة. مادورو يعلن القبض على مرتزقة أجانب في فنزويلا بينهم أمريكيان. فقدان 13 جنديا بعد انفجارات في مستودع للأسلحة بكوبا. وحريق ضخم يخرج عن السيطرة قرب لوس أنجلوس. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال المدراء المنتخبون الجدد في الانتخابات التي جرت بمديرية عرزة في الفترة من 18 إلى 29 من ديسمبر المنصرم، قالوا إنهم سيخدمون الشعب الذي انتخبهم بثقة وتفاني. وتم انتخاب 42 من مدراء الضواحي والمدراء التنفيذيين و318 من مسؤولي لجان القرى و212 من جامعي ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية، وذلك في الانتخابات التي أجريت في 21 إدارة ضاحية. وحث مدير مديرية عرزة السيد رئيسهم كفل مريم المسؤولين المنتخبين على الوفاء بمهمتهم من خلال تقديم خدمات فعالة وعادلة للشعب. وتعد مديرية عرزة أكبر مديريات الإقليم الجنوبي من حيث المساحة، حيث تضم 110 قرية في 21 إدارة ضاحية. أفاد مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديريتي منصورة وهيكوتا عن تأهيل الأسر المحتاجة بمساعدات عينية. ووفقا لذلك قدمت المساعدات للأسر المحتاجة التي تعيش في ضاحية غولا وقرقر ومقاودة وحركوك وكوريت في مديرية منصورة، ومساعدات مماثلة للأسر المحتاجة في ضاحية هدمدمي وحشنكيت والإدارة الثانية في هيكوتا وفيسكو في مديرية هيكوتا التي تم تأهيلها بالماشية والماعز، وكذلك عربات الكار بمبلغ 10,000 نقفة لكل أسرة. وأوضح موكلو المكاتب أن العديد من الأسر تم تأهيلها في السابق بنفس الطريقة، وأن المساعدات المقدمة لها كان له أثرا إيجابيا في تحسين الوضع المعيشي لتلك الأسر المحتاجة. وأشاد المستفيدون من المساعدات أن المساعدات ستفتح لهم فرص عمل، وأنها ستحفزهم في جهودهم لتحسين سبل عيشهم. تم تطوير خدمات طب الأسنان المقدمة في مستشفى عتكرزان العمومي، بحيث تمكن المجتمع المحلي من الحصول على خدمات متكاملة عن قرب. وقال مسؤول المستشفى العمومي الممرض قال أب أبرهة لوكالة الأنباء الإريتريا إيرنا إنه قبل بدء خدمات طب الأسنان كان على المرضى السفر إلى كرن وأسمر يتلقى العلاج، وهو أمر مكلف، ولكن ونتيجة لتلك الخدمة تم حل المشكلة. وذكر أنه مع زيادة وعي المجتمع يجب أن تكون الخدمة أكثر فعالية، ويجب أيضا معالجة النقص في الكادر البشري. وقال الممرض قال أب إن مستشفى عتكرزان العمومي ظل يقدم الخدمات على مستوى المديرية وكان يعاني من الاكتظاظ. وقال إن المركز الصحي المتكامل بإدارة ضاحية معلدي ساعد على تخفيف الازدحام. ويعمل في مستشفى عتكرزان 22 متخصصا بشكل فعال. عقد اجتماع يهدف إلى تأسيس وتعزيز لجنة أصدقاء الشباب المخضرمين يوم الرابع من يناير في منطقة منشب بمديرية الشعب إقليم الشمال البحر الأحمر. وذكر مسؤول مكتب الجبهة لمديرية الشعب السيد علي فرج في اللقاء الذي حضره وجهاء القرية وأصحاب الخدمات وأعضاء الإدارة ورؤساء المكاتب إن الحديث عن الشباب يعني الحديث عن مستقبل البلد والمواطن، مشيرا إلى أن الشباب لهم مساهمة كبيرة للقيام بها في هذا الصدد. وأوضح رئيس لجنة أصدقاء الشباب السيد عبدو آدم بدوره للحضور مهام ومسؤوليات لجنة أصدقاء الشباب والأنشطة التي تقوم بها لإحيائها.
وقدم المشاركون مساهمات مالية لهذا الغرض. وأكد مدير المديرية أن إدارة المديرية مستعدة للمساهمة في الجهود المبذولة لتوسيع تنظيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة إلى إدارة الضواحي، حيث أن المهمة لم تترك للاتحاد وحده. وقام المشاركون بدورهم بتقديم آرائهم وتوصياتهم للمساعدة في استكشاف وتعزيز لجنة أصدقاء الشباب. أوضح سكان إدارة ضاحية دكاعندو في مدينة علا برعيد أن أنشطة زراعة الأشجار التي أجريت في المدارس حققت نتائج جيدة. وقد وصلت الأشجار التي تم زراعتها بمشاركة المجتمع والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى المستوى المنشود بفضل الرعاية والمحافظة عليها. وقال الأستاذ يماني بوخري مدير مدرسة دكاعندو الابتدائية والمتوسطة إنهم حصلوا على جوائز على نتائج أنشطة زراعة الأشجار. وقال أعضاء لجنة أولياء الأمور إن برامج زراعة الأشجار ساهمت في خلق بيئة مناسبة لعملية التعليم والتعلم. وتقع مدرسة دكاعندو الابتدائية والمتوسطة على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة إيدن حاضرة مدينة علا برعيد، وتضم حاليا 658 طالبا. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبيل أيام من أدائه اليمين الدستوري لولاية ثالث القبض على 7 مرتزقة أجانب بينهم أمريكيان. وخلال تجمع سياسي قال مادورو الذي تطعن بإعادة انتخابه المعارضة مدعومة من واشنطن إنه ألقي القبض على 7 مرتزقة أجانب من بينهم 2 من الولايات المتحدة. وأشار مادورو إلى أن جميع المعتقلين هم من المتمرسين، وأعرب عن ثقته في أنهم سيعترفون في الساعات المقبلة. وقال إنه بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تم القبض على 125 مرتزقا أجنبيا من 25 جنسية وصلوا إلى فنزويلا لتنفيذ أعمال إرهابية. ودعا الشرطة والقوات الأمنية إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة لحماية الوطن والبلاد. أعلن الجيش الكوبي عن فقدان أكثر 13 جنديا كوبيا بعد انفجارات في مستودع للأسلحة والذخيرة في مقاطعة هلغوين الشرقية. وبحسب بيان بثه التلفزيون العام، فإن الانفجار وقع في منطقة ميلونيس الريفية التي تبعد 450 ميلا أي 724 كيلومترا عن جنوب وشرق هافانا، وتحديدا في بلدة رافائيل فريري. وأشار البيان إلى أن العسكريين المفقودين هم 9 جنود و2 من ضباط الصف و2 برتبة رائد. وقالت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات نجمت عن حريق في موقع البناء، وأجبرت السلطات على إجلاء حوالي 1245 شخصا من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع. كما أشارت السلطات الكوبية إلى أن فرق الطوارئ تقوم بإجراءات لتحديد حالة الأفراد الذين استجابوا في البداية للحادث، وكذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات. اندلع حريق غابات آخر تؤججه الرياح في لوس أنجلوس الأمريكية وخرج عن السيطرة، مما أدى إلى صدور مزيد من أوامر الإجلاء وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس. وأجبر الحريق الهائل الذي اندلع قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطل على المدينة الأمريكية الكبيرة، وفق ما أعلنت السلطات التي حذرت من أن النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية. وقال حاكم ولاية كاليفورنيا إن السلطات أحصت عددا من المباني التي دمرت بالفعل جراء الحريق. وأوضحت السلطات أنها أصدرت أوامر لنحو 30,000 شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران، ولم يسجل وقوع إصابات حتى الآن.
شهد مؤتمر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الذي بدأ في مدينة لاس فيغاس عرض أجهزة روبوت ذكية تؤدي عددا متنوعا من المهام ومجموعة مختلفة من الوظائف التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية. واختلفت أفكار الروبوتات الجديدة هذا العام، ولكن سيطر عليها اتجاه عام هو أنها أكثر عملية لتناسب مختلف أذواق المستخدمين وتفضيلاتهم من حيث التصميمات وكذلك ما تقدمه من مزايا. ومن المتوقع أن يهيمن الذكاء الاصطناعي هذا العام على العديد من الفئات المعروضة في المعرض، بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والألعاب. بالإضافة إلى ذلك ستتواجد العديد من الشركات الكبرى للكشف عن تقنيات جديدة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بذكر أهم وأبرز عناوين النشرة. المدراء المنتخبون بمديرية عرزة يتعهدون للعمل بتفاني وإخلاص. تأهيل الأسر المحتاجة في مديريتي منصورة وهيكوتا. برامج التشجير في مدارس منطقة دكاندو تحقق نتائج جيدة. مادورو يعلن القبض على مرتزقة أجانب في فنزويلا بينهم أمريكيان. فقدان 13 جنديا بعد انفجارات في مستودع للأسلحة بكوبا. وحريق ضخم يخرج عن السيطرة قرب لوس أنجلوس. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله